التشمير حمد. هما بيقولوا لي ورا ان انا مشمره اليومين دول، ده معنى ليه معنى في لغه الجسد. ان الشخص لما يكون مشمر ده معناه ان هو عنده همه على حاجه. يعني مثلا لما تكون انت عاوز تعمل حاجه او تشيل حاجه او هتعمل حاجه فيها اكتف تلاقي نفسك شمرت. دي لما الشخص يكون بيكلمك في حاجه، في مشروع او حاجه يعملها تلاقيه عمل كده بايده، ده كده مشمر، معناه ان هو فعلا مقبل ان هو عاوز يعملها. عكس لما يكون الشخص مثلا، استنوا اعملها لكم كده، اللي هو يكون بيكلمك والايديه كده وهو عمال يمد في الاسوره بتاعت الشميز بتاعه، يعني دي معناه ان هو عاوز يستخبى، ان هو مش هيعمل ده حقيقي، ان هو يعني في حاجه عاوز يخبيها عليك. فلو بقولك هعمل، هو ماسك في الاسوره كده، معناه ان هو مش هيعمل. طب لو هو انت بتقوله يلا كذا كذا يقول لك يلا، ولقيته شمر، ده معناه ان هو مقبل جدا. طب لو الشخص طول الوقت بيحب يشمر دراعاته، معناه ان هو مقبل للحياه، بيحب الحياه، بيحب يكون يعمل مغامرات جديده، بيحب يعمل حاجات زي ان هو يتسلق الجبال ويجري ويلعب. هو ده بيحب يكون كاجوال اكتر، يعني حتى لو شغله اكبر ان هو يكون فورمال، هو بيحب يكون اكتف. فده معنى التشمير. كان معاكم دينا.